صباح الفل، صباح الجمال، صباح الورد على كل الناس اللي بتتابعنا، ويا رب تكونوا جميعا بخير، وان شاء الله باذن الله تكونوا بصحه وسلامه. وانا طبعا طالع الصباح ده طبعا صباح مفاجئ على كل الحناتير حبايب قلبي وكل اعدائنا المحترمين اللي انا بحبهم. يا رب تكونوا جميعا ان شاء الله باذن الله بخير وبصحه وسلامه، ويا رب يهديكم ويهدينا. اولا يا جماعه انا حابب بس اوضح حاجتين كده على السريع. ناس طبعا بتقول امبارح طبعا لما كنت منزل اللي هو بتاع الاخبار بتاعت اثيوبيا والقصه بتاعت اثيوبيا، الناس قالت يا دكتور احمد انت مالك مهتم قوي بالموضوع؟ موضوع مهم جدا من الدرجه 500، لان ده كلام اقتصاد وده شغل اقتصاد. محدش يقول لي انت ايه علاقه الجيولوجيا بالاقتصاد؟ ده احنا بنستمد معلوماتنا وحاجتنا كلها في دراسه الموارد ودراسه والتخطيط للموارد عموما من اخواتنا الجيولوجيين. بنهتم بالارصاد، بنهتم بالجيولوجيا، بنهتم بالبسله، بنهتم بالبطاطس. وبالمناسبه الناس اللي بتقول والله يبقى يعني معلش مالكش دعوه بالقصص دي وخليكوا ركز في الاقتصاد وركز في معاكي في البوك ومعاكي في الانستا باي وخليك في البطاطس والشوربه والكلام ده. طيب ماشي، تعالى بقى بس كده يا حبيبي، بس عشان الكلام ده كلام مهم قوي اللي انا عايز اقوله ده. اولا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى احنا يعتبر الصفحه الوحيده اللي بتهتم بالمايكرو ايكونوميك، ودي حاجه يعني ازاي ان انت تدغدغ النظريه الاقتصاديه اللي هي بتاعت الاقتصاد الجزئي اللي بيسقط فيها اللي زيك واللي غيره واللي غيره. يقول لك الاقتصاد صعب في الجامعات وصعب في المدارس. صعب ليه؟ لان يدخل عليك الرسومات ويدخل عليك في حاجات كده ونظريات ومعادلات لما احنا ندغدغ الكلام ده ونبسطه وننزل بيه لست الكل وست البيت عشان نعمل اسقاط من علم معقد لعلم سهل تنفيذه وسهل تطبيقه، فانت حضرتك محتاج انك تتعلم اقتصاد. وعشان خاطري اسمح لي بالطلعه دي ان شاء الله باذن الله هنوفر الاوبشن ده. عينيا الاثنين، عينيا الاثنين والله صدقني انا يا جماعه هوفر لكم الاوبشن ده كويس جدا. وان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا ونعلم الناس زي ما احنا اتعلمنا، وده علم ربنا سبحانه وتعالى ما بنبخلش بيه على حد. ده اول جزء. الجزئيه الثانيه، انت زعلانين ليه يا جماعه ان انا مهتم قوي بست البيت؟ زعلانين ليه؟ تمام؟ ده انا يا راجل يا طيب لولا امي ما كنت انا، لولا شويه الحاجات اللي كانت بتدبقهم في البوك بتاعها وكانت بتشيلهم والله ما كنت انا، والله ما كنت اتعلم. شوف انا بقول لك ايه، انا بقول لك الكلام ده عشان ده كلام ولاد الاصول اللي انت ما تعرفش عنه حاجه. فانا احب ان انا احط الكلام والنقط على الحروف، تمام؟ عشان اللي بيجي علينا ما بنقولش ما بيكسبش، لا بنعلمه الاول ازاي يكسب، وبعد كده لو هو خسر تمام وحب ان هو يتمادى يبقى فعلا يستحق الخساره. خلاص؟ فلما انا اهتم بست الكل وادبق لها ال5 جنيه وال10 جنيه وال20 جنيه دي اللي بالنسبه لك قد حوالي 5 مليون و20 مليون و30 مليون، يا راجل يا حنتور، يا راجل يا حنتيره، يا ست الحناتير، يا مدام الحناتير، يا لجان المصالح، تمام؟ لما تدخلوا وتقولوا لا ركز مع السبانخ والبسله، لا انا احب اطلعك بقى، احب البع تعلي. فيا فندم لما انا اتكلم على ست الكل ولا اقول ست الكل ولا ست الهوانم ولا الانستا بي ولا الكلام ده، اعرف ان انا بلعب اقتصاد من الدرجه الاولى. ولو انا ما بلعبش الاقتصاد بالدرجه دي يبقى انا مش بتاع اقتصاد. ما هو الاقتصاد اتفرض على سيادتك ان انت تعرف البورصه طالعه كام النهارده، ومين اللي سرق مين، ومين اللي نهب مين، والشحنه نازله امتى، والمينا طالعه فين، وعرض البحر متامن فين. ده اللي يعنيك انت كراجل حنتور، كراجل من الناس اللي هم التجار الكبار، ده اللي يعنيك. الملعب ده انا لو لعبته صدقني لا انت ولا امثالك هتشوفوني، لان انا يعني الحمد لله قماشه الاقتصاد دي قماشه كبيره جدا، قماشه ملعب كبير جدا جدا جدا. انا لو عايز العب بورصه الحمد لله زهدت فيها وتركت كل ما املك ما في، يعني الحمد لله، لان اتقيت ربنا سبحانه وتعالى في حاجات كتيره. حاجات واحد بيدخل بورصه يتاجر ويعمل ويشتغل ومش عارف فلوسه رايحه فين وجايه منين. هذا ليس من اعراف التجاره، لازم تعرف فلوسك رايحه فين وجايه، ويدخل فيها شبهات في البال وفي الكلام ده. ننأى بذلك عن الامور دي. مش بقول ان البورصه كلها حرام عشان ما حدش يدخل علينا كمان ويقول لك ايه اصلا يعني ده بيحرم. لا يا حبيب قلبي، انا راجل بتكلم، انا راجل مسؤول عن نفسي، تمام؟ تاني حاجه
هتقول لي اصلا يعني انت مش عارف كان مالك، انت كنت خليك في اتجاه البورصه وكنت خليك في الاتجاهات الثانيه، مالكش دعوه انت تتكلم في الاقتصاد. بحب ان انا اقول لك بس صباح الفل عليك يا حبيب قلبي، الحمد لله من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه، الحمد لله مستكفي وزي الفل ورضا. رضا يا ابني انت وهي، والله الحمد لله. الواحد الحمد لله طالما بالحمد لله ولله الحمد مستور وربنا رزقه حب الناس والخير اللي حوالين منه ما يطمعش. ليه؟ لان اللي بيزيد عندنا كده، عندنا في حاجه اسمها قانون تناقص الغله. بيجي في المرحله الاولى دي المرحله اللي بيبدا ان انت تكريت فيها نفسك، تبدا تضيف موارد في نفسك وتاهل نفسك. المرحله الثانيه اللي هي المرحله الاقتصاديه بتاعتك، المرحله اللي انت بتعظم فيها الموارد بتاعتك وتستغل فيها الموارد بتاعتك افضل استغلال كويس. ما بيزيد عن الحد بيدخل في المرحله الثالثه. اتعلم يا ابني اقتصاد، ده احنا لغتنا كلها ده بنكح اقتصاد. فلما تيجي انت ولا هي ولا واحد يكون استاذ دكتور، الراجل انا طالع لمين؟ انا طالع للحناتير واساتذه الجامعه اللي دخلوا قالوا لا احنا بنستفيد من الاقتصاد، خليك في الاقتصاد. انا بتكلم في الاقتصاد. لما اقول للست الكل وفري ال10 جنيه وحطيها في حصاله، الحصاله ما تحرقكش. ليه بقى؟ عشان الحصاله دي حضرتك اللي احنا طلعنا منها، حضرتك اللي ست الكل طلعت منها الجمعيه، اللي دبقت منها، اللي لما جينا عشان نتنيل نتجوز ولا نروح في اي حته بتطلع واحده كده تقول لك والله مستوره يا ابني. كلمه مستوره يا ابني دي انت ما تعرفش عنها حاجه. ليه؟ عشان انت حضرتك المستوره بالنسبه لك حضرتك ارصده البنوك، المستوره بالنسبه لك حضرتك حاجات تانية مالكش دعوه بيها. انت سيبنا احنا مع الغلابه الله يسترها عليك نعرف نشتغل كويس جدا جدا مع الغلابه. لو انا ما وظفتش العلم بتاعي في خدمه المجتمع اللي محتاجه يبقى انا مش بتاع اقتصاد. تمام؟ انتوا بقى ما تعرفوش حاجه عن الكلام ده. نيجي بقى للجزئيه الثالثه عشان بس الناس تبقى فاهمانه كويس جدا في الحدوته اللي احنا بنقولها. احنا طالعين دلوقتي في طلعات في السنه دي، طالعين في طلعه التوفير والتدبيق وان ازاي تحافظ على الموارد بتاعتها وازاي الناس تطلع، عشان احنا داخلين في ليفل بعد كده، ليفل تقيل. الليفل التقيل ده انت حضرتك يعني انت محتاج ان انت او غيرك تيجي تتابعونا في الليفل اللي جاي بعد كده. هتعرف فيه كويس جدا ازاي ان انت تمارس. وانا بتكلم كراجل فوكس بورصه، يعني راجل فوكس. شوف يا ابني، انا لهذا والله انا اول مره في الله والله العظيم اللهم اني اذل نفسي عن الكبر والغرور، ولكن التكبر على المتكبر صدقه. تمام؟ التكبر على المتكبر صدقه. اللي بيتكلم ده راجل فوكس بورصه. يعني لو دخلت في اي ملعب في البورصه باذن ربنا بعرف اوقع اي حاجه، بعرف اطلع اي حاجه في اي حاجه، وادخل ملايين وادخل حاجات. الكلام ده مش بتاعي، بتاعكم انتوا اللي انتوا ما يهمكمش الناس البسيطه، ولا يهمكم الناس اللي مننا والناس اللي طلعت مننا، ولا يهمكم الناس اللي يعني انا يا جماعه بس بتكلم كده ليه؟ عشان الناس بس مش فاهمه ابعاد الكواليس، لان في حرب شرسه جدا بتيجي علينا وانا ببقى قاعد ساكت. فانا حبيت ان انا بس اطلع كده اصبح على الناس اللي بتقول لي انت مالك ومال الفود بلوجر والناس الكرشاجيه والناس اللي هم بتوع التيك توك. سيب الناس ترزق، ومالك ومال انت انحرفت عن البوصله بتاعتك، وراجل بتتكلم في الاقتصاد. مالك ومال الناس التانيه، خليك في حالك. بص يا فندم، عايزين نتفق على حاجه جمهورنا المحترم، لما بنتكلم في اي حاجه اعرف ان هي في صميم الاقتصاد، مصلحه المجتمع. النهارده يا فندم لما يكون واحد ذو كفاءه، راجل محترم، راجل يعني بسم الله ما شاء الله متعلم كويس جدا ومتربي كويس جدا وعنده القدر من اللباقه واللياقه ان يعرف يأهل نفسه ويخترق اسواق ويشتغل ويعمل الكلام ده، لما يلاقي واحد لا مؤاخذه جايب شويه ناس وبيقلش عليهم وبيتنمر عليهم وبيبدا ان هو يعني يطفو على المجتمع، يقول لك والله وشايف ان واحد عمال يطفو على المجتمع بيقلش على الناس وبيقلد الناس وبيبدأ ان هو يعني يتنمر على الناس ويطفو بنجومية زائفة على المجتمع. ده بيعمل احباط اقتصادي لدى الاسرة، بيعمل احباط لدى رب الاسرة، بيعمل احباط لهذا الشخص المجتهد اللي المفروض ينتج، اللي احنا بنقول الانتاج هو الحل وان الناس تنتج. فلما تيجي تلاقي ان الناس دي طلعت هي اللي بدأت ان هي تتكرم وتبدأ ان هي تطفو على المجتمع، واحنا قاعدين ساكتين وبنقول لا يعني سيبوا الناس، اصل اهي الناس بتاكل عيش، ده كلام ما يرضيش يا راجل ربنا سبحانه وتعالى.
يا راجل يا طيب الكلام ده والله ما ليه علاقه اصلا باي حاجه تنتمي لتنميه دخل الاسره وزياده الدخول في المجتمع، غير بالحاجات التانيه اللي مش كويسه. النهارده لما نشوف واحد جايب صور ناس وجايب فيديوهات لناس وبنات الناس اللي طالعه ربنا يهديهم ان شاء الله باذن الله، اللي جايبهم يعني وعامل اقتطاع لاجزاء من بنات طالعه بتبرز مفاتنها وتفتي الناس، ده بيدي فضول وايحاء لدى الشباب اللي بيفكر ان هو يعمل مشروع ويفكر ان هو يكسب بالحلال، يبدا ان هو يقول وانا ايه يا عم، تلاقيه بقى عادي يرتضي يدور على اهله، وتبص تلاقي ان الدياسه انتشرت في المجتمع، والقيم والانحطاط الاخلاقي انتشر في المجتمع، ونبص نلاقي ان احنا رحنا في حته ثانيه. يبقى اذا لما باجي بتكلم حضرتك في الكلام ده فانا بحارب في جبهه المفروض ان انت تشمر وتيجي تقف معايا وتقول والله هذه الجبهه جبهه مهمه جدا، بدل ما ان انت طالع او انت طالع عماله تنظري وبتدافع على مين؟ بتدافع على مين؟ ده انت انا مش عايز اقول جاتك خيبه عليك وعلى اليوم اللي شفنا فيه الناس اللي هم بيطلعوا علينا، يعني البلاعات اللي طلعت علينا وانتشرت في المجتمع بتاعنا بشكل مزري. ان النهارده انت لما بتدافع على الشخص اللي انت كنت قاعده مكتئبه وعندك الاكتئاب الازلي اللي هو منطفي على دايره الهرمونات اللي طالعه عند حضرتك ولا عند حضرتك عشان تقول انا والله بفك وعايز حد يضحكني ولا حد كذا، حضرتك خوارزميات الانترنت بتاخد غيرك وبتاخد غيرك وبتاخد الناس الثانيه في نفس هذا الاتجاه، ونبص نلاقي ان المجتمع بيقلد، ونبص نلاقي ان الانتاجيه بتقل، ونبص نلاقي ان الناس قاعده عماله تسكرول على كل الكلام الفاضي والهايف فده بيؤثر في الدرجه الاولى وبيضرب في عمق الاقتصاد، وهو ده اللي عايزينه الغرب، ان هو يقعدك قاعد 24 ساعه فاقد الاهليه، فاقد الهويه، فاقد التركيز، فاقد الشغف، فاقد الطموح، فاقد الامل، كل همك وتركيزك انك تتجه للحاجات الغير انتاجيه، عشان لما يخليك ان انت قاعد عمال تتفرج على الهيافات دي هو يبدا ينتج لك السكرينه بتاعت الموبايل، ويبدا ان هو ينتج لك الشاحن بتاع الموبايل بتاعك اللي باظ، ويبدا ينتج لك الراوتر بتاع حضرتك اللي اتهلك. انا بتكلم في سيمي حاجه، يعني في ميني حاجه كده صغيره كده. انت يعني المفروض ان احنا كناس بتوع اقتصاد بنفكر في الابره قبل الصاروخ. الحاجات الصغيره دي انت يعني المفروض يكون المجتمع واعي بيها في معركه شرسه جدا جدا احنا بناخدها في جبهات كتيره جدا، وفتحنا على نفسنا جبهات كبيره جدا جدا عشان نحارب الكلام المفروض تقف معانا وتقف ورانا. النهارده لما بتكلم في بس زي واللي قبل منه وابص الاقي ان الشير بتاعه لا يتعدى حضرتك ال 200 ولا ال 300 واحد ولا ال 100 ولا ال 50 واحد، وواحد طلع بس جايب واحده مبينه لا مؤاخذه صدرها وطالعه وبيقلش عليها وبيقلس عليها والكلام ده واخد مليون مشاهده، والكلام احنا في كارثه يا جماعه. انا مش طالع عشان خاطر الترند ولا الكلام ده احنا كبرنا يعني الحمد لله مش بتاعنا، لكن احنا الحمد لله طالما ان ربنا ادانا الخير وان في منصه اعرف اتكلم فيها واكون سبب في تغيير المجتمع والاقي حجه اقف فيها قدام ربنا سبحانه وتعالى احتج بها امام ربنا سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والقلب السليم حضرتك ياتي منين؟ ياتي من الخير اللي دخل جوه قلبك، مش البغضاء اللي بتدخل، مش الشحناء اللي بتدخل، مش الحاجات بتيجي منين؟ من البلوجرز اللي بيجوا ويبداوا ان هم يحطوا نفسهم في ليفلات اكبر من الليفلات بتاعتهم، ويحطوا نفسهم في مستويات اجتماعيه اكبر من المستويات اللي كانوا فيها، ما هم بيلاقوا الكلام ده. والفلوس دي على فكره سيسالون فيها امام الله سبحانه وتعالى، والله العظيم قسما بالله ببقى الواحد بيبقى خايف في يوم من الايام يطلع يتكلم في اي حاجه فيها حاجه، بيستدعوني مش عارف بوديكاست ومش عارف مين وحاجات كده، بيستدعوني بيقولوا لي تعالى اطلع معانا بوديكاست ويطلع معانا مش عارف ايه، والله برفض خوفا من حاجه. انا مش خوفا من حاجه، يعني مش خوفا من اخشى ان يكون الخوارزميات متتبعه على حاجات تانية، وهو ممكن يكون بيدخل من هذا قبل منه داخل على فيديو مش كويس فيلحق بيا، فانا اكون سبب ان المشاهدات عنده تزيد. شوف انا بفكر في حاجات معقده جدا 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 عشان انا خايف من ربنا. دي المعادله اللي لو احنا كلنا خفنا من ربنا سبحانه وتعالى واتقينا ربنا في مالنا واسرنا وفي بيوتنا وفي وطننا وفي بلادنا وخفنا على اهل بلدنا، والله العظيم صدقوني يا جماعه الدولار ده مش هيفرق معانا ولا يجي جنب مننا اصلا، لان الانتاج ساعتها هيزيد والمصانع تزيد والناس تروح تنزل تشتغل وتبدا ان هي تجتهد وتبص تلاقي ان الخير يعم. يا جماعه بعد اذن حضراتكم اللي عنده كلمه حلوه يساندنا بيها اهلا وسهلا، اللي عايز يدعمنا يبقى جزاكم الله خيرا، اللي عايز يقف ورانا وفي صفنا اهلا وسهلا، احنا ما بنعملش حاجه غلط.
احنا كل اللي فيها بنقوم المجتمع وعايزين نشوف مجتمعنا احسن مجتمع في الدنيا. اما ما دون عن ذلك هتلاقيني طالع بديك فوق دماغك انت وهي واللي يتشدد لكم. ليه بقى؟ عشان احنا بنشتغل صح وبنشتغل في صميم الاقتصاد. فما تقوليش لما تلاقيني انا عامل حمله بقول والله خلي بالك الاتجاه شمال، الاتجاه غلط، خلي بالك خلي بالك، اعرف انا بتكلم في الاقتصاد، ما بتكلمش في ايه، في حتت فيها ترندات ولا الكلام دوت. فالنهايه بعد اذن حضراتكم سيبونا في حالنا والناس تقف معانا وفي ظهرنا، وبلاش تدخلوا معانا في دايره ثانيه. وانا مستعد لاي اتجاه واي جبهه معروضه عليا في اي مشكله تيجي قصاد مني في اي اتجاه. اهلا وسهلا. مجموعه المحامين يا جماعه عندنا قاعده عماله تنش، مجموعه المحامين قاعدين عمالين ينشوا، فانا عايز اشغل الناس دي. فانا مستعد لاي حاجه. اتعرضنا لكل التشوهات يعني وكل الحملات المغرضه والضرب في الذمم والضرب في كل حاجه. الحمد لله احنا صامدين ومستمرين من اجل بناء بلدنا ومجتمعنا، مش منتظرين حاجه من حد. فيا ريت بعد اذن حضراتكم الحناتير ولجانهم والناس اللي هي داخله يعني من انصار الهيافات، يا ريت بعد اذن حضراتكم، اتمنى بعد اذن حضراتكم تسيبونا في حالنا عشان ما تزعلوش مننا بعد كده وتقولوا والله الراجل طلع انحرف عن البوصله ودخل علمنا الادب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.